حبايبي ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض الستريبس بطريقه سهله وبسيطه. معانا كيلو من الصدور، يلا نشوف هنقطعه ازاي. اول حاجه بنقطع الجزء اللي بيبقى بيسموه الموزه. هي اللحمه بتاعتها بتبقى طريه شويه فبنتعامل معاها بحرص. انا بحب اقطعها بالطول كده قطعتين، لان ما ينفعش تتعمل لوحدها، بتبقى تخينه جدا، خصوصا لسه هنحط بريدنج عليها. الحجم ده كده حلو قوي. هنكمل تقطيع. بنقطع الستريبس ولا رفيع ولا سميك، بيبقى وسط. وطبعا لما بتحط البريدنج عليه سمكه بيزيد، بس طبعا ما بنوصلش لمرحلة الستريبس الجاهز. الستريبس الجاهز بيبقى كله بريدنج، واللحمة يعني حاجة لا تذكر. قطعنا كده كل الكمية، تقريبا كيلو الصدور قطعلي 30 قطعة ستريبس. ويلا نشوف التوابل. انا ما كانش عندي بصراحة بصل بودر، فبشرت بصلاية صغيرة خالص، وحطيت توم بودر، وحطيت زعتر وبابريكا وشطة وفلفل وملح وحبهان، بيدي طعم حلو قوي. وما كانش عندي ماجي بودر، فحطيت نص قالب ماجي. وبعد كده معلقتين كبار من الخل. وبتزودي الخل والملح لو وقت التتبيل قل، يعني مثلا لو كنت مستعجلة وهيتبل نص ساعة بتزودي الخل والملح. بنقلبه كويس عشان نتأكد ان كل قطعة من الستريبس وصلها التتبيلة. وهو التتبيلة دي يعني حلوة قوي، انها تقعد ساعة او ساعتين. ساعة او ساعتين بيبقى الطعم حلو جدا. دلوقتي بنحضر البريدنج بتاعه، تقريبا نص كيلو دقيق، ونص كوباية كبيرة من النشا، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. وهحط شطة وبابريكا وتوم باودر وزعتر وحبهان وفلفل وملح. هنقلب كل ده مع بعض. وبعد كده في طبق هناخد من الدقيق ده المبهر من 3 ل 4 معالق، وهننزل بتقريبا 3/4 كوباية مية او حسب ما الدقيق ياخد. هنقلب كده بالتدريج لغايه لما نشوف السمك اللي احنا عايزينه. انا مش عايزاه ولا تقيل ولا خفيف، كده حلو قوي. انا بصراحه ما بستخدمش بيض خالص، في بيحبوا ويحطوا بيض في المرحله دي، بس انا بكتفي ان انا حاطه بيكنج باودر. البيكنج باودر بيدي هشاشه، والنشا اللي حطينا بتدي القرمشه. هنقلب كويس، وبرده ما بمسكش قطعه انزلها في السائل ده، سائل التغميس، وبعد كده احطها في الدقيق. لا، بحط كله على الستريبس زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بقى اخد قطعه احطها في الدقيق، بس انا بنزل بكذا قطعه واقلبهم كويس زي ما هنشوف. يعني عايزين نسهل على نفسنا، مش هنمسك قطعه ونرجعها، ناخد كذا واحده كده وهنقلبهم تقليبه حلوه. نتاكد ان الدقيق غطى الستريبس كل قطعه. ولغايه هنا حابه تقلي تمام. عايزه تتقلي شويه البريدنج، هتحطي تاني في السائل بتاع التغميس وترجعي تاني للدقيق. بس حتى لو عملت الخطوه دي مش هيبقى بسمك الجاهز، رقيق برضو البريدنج اللي عليه رقيق، يعني هتحسي بطعم اللحمه وان اللحمه واضحه. لكن للاسف الجاهز احنا بناكل بريدنج بس. هنقلبهم كويس تمام كده. اضغطوا كويس بالدقيق. هننفض بقى الدقيق من على كل قطعه عشان يدينا التموجات اللي احنا شايفينها دي، اللي في زي الستريبس الجاهز بالظبط. دي بتبقى مقرمشه بعد القليه، بتبقى حلوه قوي.
هنعمل كام واحدة مع بعض. زي ما احنا شايفين كده. ودلوقتي هروح اكمل بقية الكمية وهنرجع تاني. تمام كده خلصنا. وهنا حبيت اوريكم الكيلو الستريبس هيطلع لنا قد ايه، بس نكون عارفين طبعا ان الطبقة الخارجية البريدنج مش تقيلة زي الجاهز. يعني هو في الغالب الكيلو بيطلع من الجاهز تقريبا 2 كيلو الا ربع، لكن هنا احنا الطبقة مش سميكة، فهو من الميزان مش واضح في التصوير. هو تقريبا طلع لي كيلو ونص من الستريبس، مش واضح من الإضاءة. كيلو 448 بالظبط يعني. يلا نروح بقى نقل الستريبس بتاعنا. انا هنا كنت بختبر الزيت، حطيت قطعة صغيرة. تمام كده اهي بدأت تستوي كده. اقدر انزل الستريبس، مبحطوش في زيت بارد. النار مش عالية اوي ولا هادية قوي، ولما نحطه ما بنقلبش، يعني بنكتفي بهز كده الطاسة تحركها، لان لو قلبنا بشوكة او حاجة ممكن البريدنج بتاعها يطلع في الشوكة. فعشان نحافظ بس على شكلها. انا كان عندي رز فحبيت اكمل الوجبة، فهعمل حبة ملوخية ناشفة. نزلت بحبة شوربة عليها فصين توم، ودلوقتي هبهرها بالملح والفلفل. ودلوقتي هنزل بالملوخية الناشفة. بس لو تلاحظوا انا يعني في الغالب ما بقلبش. كده نزلنا بالملوخية. قلبها كويس. بيبقى فيها ساعات تكتلات كده على الوش، فبحب اعملها بالمضرب. تمام كده. هنا كنا طلعنا كذا دفعة من الستريبس واحنا بنعمل ملوخية، واللون ما بيبقاش ولا فاتح ولا غامق. بصوا لونه حلو ازاي ومقرمش. هنا بقى بعمل طشة الملوخية. حطيت معلقة صغيرة زبدة وحوالي 5 فصوص توم. ودلوقتي نزلت بالكزبرة الناشفة. كده تمام. الملوخية بتاعتنا خلصت. والستريبس تقريبا خلاص كده خلص. صدقوني انضف كتير من بره، حتى لو الطعم مختلف، بس احنا عارفين اولادنا بياكلوا ايه. انضف زيت، انضف قطعة صدور، حتى البريدنج انت عارفة انت حاطة ايه. ده الشكل كده النهائي. هنقطعه كده مع بعض بالسكينة عشان نشوفه من جوه عامل ازاي. مقرمش جدا وجميل بالشكل ده، وألف هنا.